معنا النهاردة قضية بشعة، قضية تهتز لها المشاعر الإنسانية. أحداثها ستجعلك تشعر بالحيرة والاندهاش. قولي يا فاطمة إيه اللي حصل؟ هو يا ريس اللي كلمني واتفق معايا ان انا نسال جوزي عشان نقتله. يا محمد يا عماد، اللي في الورقه وفي امر الحاله بقول لك انت اتفقت مع فاطمه مسعد محمد احمد ديت، وانت كنت بتمارس معاها الرذيله، واتفقت معاها ان هي تستدرج زوجها وجبتوه للبيت واعتديتوا عليه وجهزتوا عليه وموتوه. حصل؟ ما حصلش يا فندم، ولا اعرف عن الكلام دوت. ايه؟ ما اعرفش عن الكلام دوت حاجه. طب علاقتك ايه بفاطمه؟ ها؟ تعرف فاطمه منين؟ ما اعرفهاش والله. وانت يا فاطمه تعرفيه منين يا بنت؟ لا اعرف يا ريس. ايه؟ اعرفه. تعرفي مين يا بنت؟ هو اللي موجود ده؟ هو اللي قال لك ايه؟ طب قول اتفضل. خلاص يا ابني انت اسكت. انا سالتك عايز تقول حاجه؟ هو استني يا فاطمه، انتظر يا فاطمه، انتظر يا فاطمه، انتظر. ماشي بقى عايز ايه؟ قول يا محمد يا عماد على رسول الله. اتفضل. كذاب يا سعاده الريس. ايه؟ كذابه ما حصلش. لكن ايه اللي حصل؟ ما حصلش ولا اعرف عن الكلام دوت. ولا ليك علاقه بيها ولا استدركتوا الراجل ده وموتوه؟ ايه؟ ولا اي حاجه، ماليش علاقه بيها ولا خالص. طب عاوز تقول حاجه ثانيه؟ لا يا سعاده الريس. قول يا فاطمه عاوز تقول ايه يا بنت؟ والله يا ريس هو السبب، واللي هو حصل؟ اللي ضرب الاول يا ريس. والله انا ما موتته، والله انا ما جت يمه يا اخي والله. طب انتظر يا اسمع محمد، انتظر لما اخلص سؤال المتهم. طب مش هستجوبوا يا اخي، طول بالك. المثال عن الاتهام يا اخي ما بنستجوبش، احنا بنستجوب. قول يا فاطمه ايه اللي حصل؟ هو يا ريس اللي كلمني واتفق معايا ان انا نسال جوزي عشان نقتله. وايه اللي حصل بعد كده؟ وايه اللي هو حصل؟ اللي ضرب الاول يا ريس. والله انا ما موتته، والله انا ما جت يمه يا اخي والله ما جت يمه. المتهمة هنا انكرت وقررت ان المتهم الاول هو من اجهز على زوجها المجني عليه. امر الاحاله. لانهما في يوم 2/10/2024 بدائره مركز ستامون قتل المجني عليه السيد عبد الباري حامد علي الجريد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأنبية النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلحفة سكين وآلتين فأس وحجر، وكمن له المكان الذي أيقن سلفا تواجده به، وما أن ظفر به حتى قام الثاني بمواجهته بضربة بأداة حجر استقرت برأسه، ولاستغاثته بالأولى عجلته هي بعدة طعنات استقرت بالظهر باستخدام السلاح الأبد سكين حتى سكت أرضا مغتبا بدماء، ولتأكدهما تمام جريمتهما ومفارقته للحياة عجلوه بعدة ضربات باستخدام أداة فأس قصدين من ذلك قتله، فاحتسب الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبان بالتحقيقات، حذف غير تلقيص سلاح أبد سكين وأدوات فأس حجر دون مزوق قانوني ومبرر من الضرورة المهنية والحرفية. طلبات النيابة. نيابة الأمر بحكم التطبيق مودة التعامل الواردة بأمر اللاحق. يا فاطمة. محمد عماد. فين محمد عماد؟ لا قدام هنا. طلع ارجع مايل يا ابني، ارجع ورا. انت خليه قدام ارجع ورا يا ابني. كله يرجع ورا الكلام. خليه على وش لابس نهر. ارجع ورا. يعني خليك في الوسط يا ابني. ارجع يا محمد عماد في الوسط. العشيرة انا قلت ارجع بقى. ما يرجع يا ابني ورا انت بقول. حياة زوجها يا محمد يا عماد. مركز السكنوني بمحافظة الأهلية. تطلع الحرس ازاي؟ قول يا فاطمة ايه اللي حصل؟ هو يا ريس اللي كلمني واتفق معايا ان انا نسال جوزي عشان نقتله. يا محمد يا عماد، اللي في الورقه وفي امر الاحاله بقول لك انت اتفقت مع فاطمه مسعد محمد احمد ديت، وانت كنت بتمارس معاها الرذيله، واتفقت معاها ان هي تستدرج زوجها وجبتوه للبيت واعتديتوا عليه وجهزتوا عليه وموتوه. حصل؟ ما حصلش يا فندم، ولا اعرف عن الكلام دوت. ايه؟ ما اعرفش عن الكلام دوت حاجه. طب علاقتك ايه بفاطمه؟ ها؟ تعرف فاطمه منين؟ ما اعرفهاش والله. وانت يا فاطمه تعرفيه منين يا بنت؟ لا اعرف يا ريس. ايه؟ اعرفه. تعرفي مين يا بنت؟ هو اللي موجود ده؟ هو اللي قال لك ايه؟ طب قول اتفضل. خلاص يا ابني انت اسكت. انا سالتك عايز تقول حاجه؟ هو استني يا فاطمه، انتظر يا فاطمه، انتظر يا فاطمه، انتظر. ماشي بقى عايز ايه؟ قول يا محمد يا عماد على رسول الله. اتفضل. كذاب يا سعاده الريس. ايه؟ كذابه ما حصلش. لكن ايه اللي حصل؟ ما حصلش ولا اعرف عن الكلام دوت. ولا ليك علاقه بيها ولا استدركتوا الراجل ده وموتوه؟ ايه؟ ولا اي حاجه، ماليش علاقه بيها ولا خالص. طب عاوز تقول حاجه ثانيه؟ لا يا سعاده الريس. قول يا فاطمه عاوز تقول ايه يا بنت؟ والله يا ريس هو السبب يا ريس. والله طب انتظر يا اسمع، انتظر لما اخلص سؤال المتهم. طب مش هستجوبوا يا اخي، طول بالك. المثال عن الاتهام يا اخي ما بنستجوبش، احنا بنستجوب. قول يا فاطمه ايه اللي حصل؟ هو يا ريس اللي كلمني واتفق معايا ان انا نسال جوزي عشان نقتله. وايه اللي حصل بعد كده؟ وايه اللي هو حصل؟ اللي ضرب الاول يا ريس. والله انا ما موتته، والله انا ما جت يمه يا اخي والله ما جت يمه. المتهمة هنا انكرت وقررت
أن المتهم الأول هو من أجهز على زوجها المجني عليه. طلب الدفاع فين بقى؟ في دعوة مدنية؟ اتفضل مدام محمد. أنت جاهز محمد مرافعة؟ لما طلبت سيادتك إيه؟ اتفضل. اجل الاستعداد والمرافعه الحمد لله. بهيئ نفسي في الاستعداد والمرافعه ان شاء الله. أنت بتاخد وقت الاستعداد مرافعة أنت؟ ان شاء الله. حضرتك في اول درجه؟ اول درجه لا. والدفاع الحاضر مع المتهم التمس اجلا للاستعداد والمرافعة. طلبك طلبات ثانيه يا استاذ محمد عشان يبقى مجهز له، وليس له طلبات اخرى سوى الاطراع. ماشي. اخر الجلسه اللي بعده. من داخل محكمة استئناف المنصورة، وجلسة استئناف على الحكم بإعدام المتهمة بالتخلص من زوجها بالاشتراك مع عاشقها بمركز الستاموني في محافظة الدقهلية. النهاردة وزي ما تابعنا مع حضراتكم جلسة الاستئناف على حكم الإعدام الصادر ضد المتهمة والمتهم، وزي ما سمعنا من القاضي كان بيناقشها ونفى ارتكابها الواقعة، فيما نفى المتهم صلته أو علمه بالمتهمة. طبعا الواقعة زي ما قلت لحضراتكم كانت في مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية. ربة منزل عمرها 35 سنة تخلصت من زوجها بالاشتراك مع عامل زراعي عمره 19 سنة، مقيمين بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز الستاموني. في يوم 2/10/2024 قتلوا زوجها السيد عبد الباري حامد عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد ما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله. المتهمة أو المجني عليه كان راجع بيته كالعادة وطلبت منه ان هو ينزل يشتري طلبات للبيت. نزل بالفعل، ولما رجع طلع شقته قامت المتهمة قالت له انا سامعة صوت في مزرعة المواشي اللي تحت، انزل شوف المواشي مالها. فلما نزل المتهم كان مستنيه وبخته بضربة استقرت برأسه، وبعدها حاول ان هو يستغيث بزوجته اللي سددت ليه طعنات نافذة استقرت في الظهر باستخدام سلاح أبيض لحد ما لفظ أنفاسه الأخيرة. بعدها بدأت إن هي تستغيث بأسرة زوجها وتقول إن هي لقت زوجها مقتول داخل مزرعة أو حظيرة المواشي اللي ملحقة بالمنزل بتاعهم. وطبعا خلال الحكم في أول درجة قضت محكمة جنايات المنصورة بإعدام المتهم والمتهمة. النهاردة كانت جلسة الاستئناف على حكم الإعدام الصادر ضدهم، وزي ما تابعنا مع حضراتكم أثناء استجواب المتهمة قالت ان هي ما قتلتوش، لكن المتهم قال ان هو ما يعرفهاش اصلا وان هي بتتبلى عليه. وقررت المحكمة التأجيل او رفع الجلسة، والقرار هيكون في نهاية الجلسة النهارده. قولي يا فاطمه ايه اللي حصل؟ هو يا ريس اللي كلمني واتفق معايا ان انا ننزل جوزي عشان نقتله. يا محمد عماد اللي في الورقه وفي امر الاحاله بقول لك انت اتفقت مع فاطمه مسعد محمد احمد ديت، وانت كنت بتمارس معاها الرذيله، واتفقت معاها ان هي تستدرك زوجها وجبتوه للبيت واعتديتوا عليه وجهزتوا عليه وموتوه. حصل؟ ما حصلش يا فندم ولا اعرف عن الكلام ده. ايه؟ ما اعرفش عن الكلام ده ولا حاجه. طب علاقتك ايه بفاطمه؟ ها؟ تعرف فاطمه منين؟ ما اعرفهاش والله. وانت يا فاطمه تعرفيه منين يا بنت؟ اعرفه يا ايه؟ اعرفه. تعرفي مين يا بنت؟ هو اللي موجود ده؟ هو اللي قال لك ايه؟ طب قولي اتفضل. خلاص يا ابني تسكت. انا سالتك على سؤال حاجه؟ هو استني يا فاطمه، انتظري يا فاطمه، انتظري يا فاطمه، انتظري. مش معزول ايه؟ قولي يا محمد يا عماد على الرسول. اتفضل. ايه؟ كذابه ما حصلش. لكن ايه اللي حصل؟ ما حصلش ولا اعرف عن الكلام ده. ولا ليك علاقه بيها ولا استدركتوا الراجل ده موتوه؟ ايه؟ ولا اي حاجه، ماليش علاقه بيها ولا خالص. طب عاوز تقول حاجه ثانيه؟ لا يا سعاده الرئيس. قولي يا فاطمه عاوز تقول ايه يا بنت؟ والله يا ريس هو السبب، هو اللي ضرب الاول يا ريس. والله انا ما موتته، والله انا ما جت يمه يا اخي والله. طب انتظر يا استاذ محمد، انتظر لما اخلص سؤال المتهم. طب مش هستجوبوا يا اخي، طول بالك. المثال على الاتهام يا اخي ما بنستجوبش، احنا بنستجوب. قولي يا فاطمه ايه اللي حصل؟ هو يا ريس اللي كان واتفق معايا ان انا ننزل جوزي عشان نقتله. وايه اللي حصل بعد كده؟ هو اللي ضرب الاول يا ريس. والله انا ما موتته، والله انا ما جت يمه يا اخي والله. المتهمه كانت انكرت وقررت ان المتهم الاول هو من اجهز على زوجها المجني عليه. امر الاحاله
لانهما في يوم 2/10/2024 بدائره مركز ستاموني قتل المجني عليه السيد عبد الباري حامد علي الجريد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأنبية النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك الغرض سحابة سكين وآلتين فأس وحجر، وكان له المكان الذي أيقن سلفا تواجده به وما أن ظفر به حتى قام الساند بمواجهته بضربة بأداة حجر استقرت برأسه، ولاستغاثته بالأولى عجلته وهي بعدة طعنات استقرت بالظهر باستخدام السلاح الأبد سكين حتى سكت أرضا مقتضبا بدماء، ولتأكدهما تمام جريمتهما ومفارقته للحياة عجلوه بعدة ضربات باستخدام أداة فأس قصدين من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبان بالتحقيقات، حاز غير ترخيص سلاح أبد سكين وأدوات فأس حجر دون مزوق قانوني ومبرر من الضرورة المهنية والحرفية. طلبات النيابة. نيابة الأمر بتطبيق مواد التعامل الواردة بأمر الله. يا فاطمة. نعم. محمد عماد. فين محمد عماد؟ لا قدام عينيها طلع ارجع ميل يا ابني ارجع ورا انت خليه قدامها على قدام الاخلاق طلع ارجع ورا يا ابني كله يرجع ورا الكلام خليه واحد مش لابس ضهر ارجع ورا يعني خليك فلوس يا ابني ارجع قدام محمد عماد فلوس العشيرة انا قلت ارجع بقى ما يرجع يا ابني ورا انت بقول حياة زوجها يا محمد عماد مركز الستاموني بمحافظة الأهلية. تطلع الحرس قدام. قول يا فاطمه ايه اللي حصل؟ هو يا ريس اللي كلمني واتفق معايا ان انا ننسى الكرسي عشان نقتله. يا محمد عماد اللي في الورقه وفي امر الاحاله بقول لك انت اتفقت مع فاطمه مسعد محمد احمد ديت وانت كنت بتمارس معاها الرذيله واتفقت معاها ان هي تستدرك زوجها وجبتوه للبيت واعتديتوا عليه وجهزتوا عليه وموتوه حصل؟ ما حصلش يا فندم ولا اعرف عن الكلام ده. ايه؟ ما اعرفش عن الكلام ده ولا حاجه. طب علاقتك ايه بفاطمه؟ ها؟ تعرف فاطمه منين؟ ما اعرفهاش والله. وانت يا فاطمه تعرفيه منين يا بنت؟ اعرفه يا ريس. ايه؟ اعرفه. تعرفي مين يا بنت؟ هو اللي موجود ده؟ هو اللي قال لك ايه؟ طب قول اتفضل خلاص يا ابني تسكت انا سالتك عايز تقول حاجه؟ هو يا استني يا فاطمه انتظري يا فاطمه انتظري يا فاطمه انتظري مش بقى عايز ايه؟ قول يا محمد يا عماد على الرسول اتفضل. سعادة الريس. ايه؟ كذابه ما حصلش. لكن ايه اللي حصل؟ ما حصلش ولا اعرف عن الكلام ده. ولا ليك علاقه بيها ولا استدركتوا الراجل ده موتوه؟ ايه؟ ولا اي حاجه ماليش علاقه بيها ولا خالص. طب عاوز تقول حاجه ثانيه؟ لا يا سعادة الريس. قول يا فاطمه عاوز تقول ايه يا بنت؟ والله يا ريس هو السبب يا ريس والله. طب انتظر يا اسمع محمد انتظر لما اخلص سؤال المتهم. طب مش هستجوب يا اخي طول بالك المثال عن الاتهام يا اخي ما بنستجوبش احنا بنستجوب. قول يا فاطمه ايه اللي حصل؟ هو يا ريس اللي كلمني واتفق معايا ان انا ننسى الكرسي عشان نقتله. وايه اللي حصل بعد كده؟ وايه اللي هو حصل؟ اللي ضرب الاول يا ريس والله انا ما موته والله انا ما جت يوم يا اخي والله ما المتهم الثاني انكرت وقررت ان المتهم الاول هو من اجهز على زوجها المجني عليه.